صباح الخير. جمعة مباركة عليكم. كلام سريع عن ماتش امبارح الزمالك والمصري. هو أغرب حاجة اللي هي أغرب من ماتش امبارح إن لحد دلوقتي إحنا بنتكلم الساعة 1 الظهر يوم الجمعة، ولسه خبر إقالة بيسيرو لسه ما طلعش. يعني أنا معرفش. الراجل امبارح الصراحة عمل كل حاجة عشان تعجل بقرار إن هو يمشي. احنا مش هنتكلم بقى لا على ماتش ولا تكتيك ولا الكلام ده. لما تبقى عندك مدير فني واول تغيير يعمله يطلع احسن لعيب في الفرقة، واللعيب اللي فعلا بيجري على كل كورة وبيخبط واللي جاب جون عالمي، تمام، ولولا الفار بتاعنا اللي بيظهر بقى قوته في مواقف معينة ومواقف تانية بيعمل من بنها لغى الجون. احسن لعيب عندك بشهاده اي حد معدي يتفرج 5 دقايق على الماتش هو اول لعيب بيطلعه. هو اول لعيب بيطلعه وهو اصلا بادئ ب3 مدافعين، وفاهم انه عايز يكسب وفاهم انه عايز يخلص مركز تاني لو مش اول. وعنده مهاجم هو اللي بيجري على كل كوره بيطلعه، وينزل مهاجم ناسي الكوره. مش هقول لك مثلا ينزله جنبه ويزود ويطلع حد من المدافعين والكلام ده، يطلع حد من لعيبه نص الملعب. فالصراحة طول ما المدرب ده موجود مش هيبقى فيه كلام عن كورة، مش هيبقى فيه كلام عن تكتيك، مش هيبقى فيه كلام عن ماتش. اللعيبة عملت اللي عليها في حدود الموجود، لكن اللي مكتفهم الراجل اللي قاعد بره. قرار إقالة متأخر جدا. الراجل بقاله أسبوعين أو 3، لو كنا جبنا مدرب جديد كان ممكن نشتغل مع الفرقة والكلام ده في فترة توقف، لكن الراجل ده مفيش أي تطور. طبعا مش هنتكلم عن الزيرو اللي خايف يجي النادي وعايز حد وعايز يتعهد ان حد ما يلمسوش. والله العظيم انت لو مشيت في الشارع ما حد هيعبرك. انت مكبر نفسك وعامل لنفسك قيمة، وانت ما تسواش طلات ابيض يعني. ففكك، محدش مركز معاك، يعني جيت ما جيتش محدش مركز معاك اصلا. مهم يعني. انا شايف ان قرار اقالة بيسيرو ده لازم يحصل. اي حد ايا كان اللي هيجي بقى، احمد عبد الرؤوف ان شاء الله، حتى ميدو يكمل. لكن وجود بيسيرو في ال5 ماتشات الجايين والماتش نهائي الكاس مش هيفيد بأي حاجة، ولا هيفيد كلام ولا حاجة. الراجل ما بيغيرش تفكيره، الراجل ما عندوش تفكير أصلا، ما عندوش تغييرات، ما بيتدخلش في الماتش بتغييرات تفيد الفرقة. وبس.